هنعمل من الزيت المستعمل الصابون البلدي اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله اللهم بارك. الصابون البلدي نظافته ممتازة في المواعين الألمونيا. لو عندك أي مواعين ألمونيا استخدمي فيها. الألمونيا زرقاء عندك أو الألمونيا مبقعة أو الألمونيا فيها أي حاجة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، هيطلع لك نتيجة ممتازة. يلا هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. هنا عندنا في البداية عندنا ليمون. طيب بديل الليمون يا ام يوسف، لو انا في موسم غير الليمون ما يكون متوفر فيه زي اليومين دول كده، الوقت الليمون ما شاء الله متوفر اليومين دول كتير، بس انا دول الليمونتين كانوا بايظين عندي، بدات ان انا قطعتهم نصين وحطيت عليهم نص لتر ميه وحطيتهم وعصرتهم في الميه وحطيتهم يغلوا. انا لو في موسم ما فيهوش ليمون بيبقى موجود فيه البرتقان السفندي والبرتقان اللي بصره، اقطع منه برتقانه او القشر بتاعهم بينفع برضو، بيكون نفس النتيجه ونفس الريحه وكل حاجه، هو كانك عاملاها برضو بكوت الليمون زي ما احنا هنعمله النهارده. وكنا عاملين فيديو قبل كده بقشر البرتقال، ما شاء الله كانت نتيجته ممتازه والصابونه بتاعته كانت 10/10. هنا حطيت كميه الليمون بتاعتي تغلي في الاول خالص، علشان انا بحب اغليها الاول وتبرد معايا عبال ما ابدا اكون المكونات بتاعتي التانية. عايزه تغليها من قبلها بيوم وتحطيها تبرد مفيش مشاكل، عايزه تغليها في نفس الوقت وتصفيهم وتحطيهم في التلاجة مده لغايه ما يهدوا شويه وتشتغلي بيهم مفيش مشاكل. يلا نخش بقى على بقيه المكونات بتاعتنا. هنا حبايب قلبي بقى عندنا 2 من اللتر من الزيت المستعمل. زيت مستعمل يا ام يوسف قاليه فيه كل اللي يخطر على بالك، سواء فلفل سواء بتنجال سواء بس في حاجه واحده بس، لو انت قاليه فيه سمك هتعملي خطوه واحده بس هقولك عليها. هتحطي الزيت في حله وتحطيه على البوتاجاز ومعلقتين نشا او معلقتين دقيق في معلقتين ميه وعجنيهم وحطوهم فيها لمده 5 دقايق على البوتاجاز. كل الشوائب اللي فيه هتمتصها اللي هي الدقيق العجينه او النشا، هتمتص كل الشوائب اللي فيه والزيت ينضف. تمام كده، ده لو انا مستخدمه فيه زيت سمك، او انا برضو عايزه اطهر الزيت قبل ما استخدمه. الناس اللي بتقول لي استخدم زيت نظيف، استخدمي زيت نظيف عادي مفيش مشاكل، بس احنا في الموضوع بتاعنا حكايه توفير بس بدل ما نرمي الزيت. هنا عندنا بقى الليمون بتاعنا كان برد، الميه بتاعته بردت، صفيت منه كوبايتين. الكوبايتين دول او مجين اللي انت عايزاهم، الكوبايتين دول اللي انا هكيل بيهم بقيه المكاييل بتاعتي كلها، يعني اللي انت هتستخدميها في البدايه هي اللي هتستخدميها لغايه الاخر. دي الصودا الكاوية اللي هي الديبوشار اللي هي البطاص اللي هي مسلة مجاري، ليها اسماء كتيرة في دول عربية كتيرة كل بلد ليها اسم، فيا ريت تاخدوا بالكم ان انا اقصد ايه. دي الصودا الكاوية اللي هي البطاص اللي هي الديبوشار، ليها اسماء كتيرة. هاخد منها كوبايتين. لو انا عندي السايله هحط 3 كوبايات، عندي اللي هي القشور دي هحط كوبايتين بس، ويا ريت محدش يكتر علشان ما يعملكيش حساسيه في ايديكي. وطبعا في الوقت ده لو انت لابسه جواندي يبقى احلى، عشان بصراحه ما كانش متوفر عندي وكنت بشتغل الشغل ده بالليل، يعني الصيدليه قافله والمحلات كمان كانت قافله، فانت لو عندك جواندي وكمامه يبقى افضل علشان نفسك وعلشان كمان ايديكي ما تتحسسي من البطاس. هنا لازم ميه الليمون عندي تكون بارده، لو اشتغلتي على السخن هيعمل لك شوائب اكتر ويحرق لك ايديكي ويحرق لك وشك. وطبعا لو في اطفال حواليكي خلي بالك ما تشتغليش في الصابون ده واحنا في اطفال حوالينا. هنا حبايب قلبي بقى نزلت بكميه البطاطس بتاعتي على كميه الليمون بتاعتي. يا ريت خلي بالك معايا في المكونات وهتلاقيني باذن الله كاتبه لك في صندوق الوصف برضو، بس اهم حاجه تمشي مظبوط حسب ما احنا بنحط ايه بالظبط علشان تعملي النتيجه بتاعتك مظبوطه. انا بقول لك هنا البسي كمامه والبسي جواندي علشان لو انت بتشتغلي في مكان مقفول كل الشوائب اللي طالعه دي لا قدر الله بتضر. تمام كده، هدوبهم كويس واسيبهم حوالي 10 دقايق او ربع ساعه عبال ما يبردوا من الشوائب اللي موجوده فيهم دي، علشان اشتغل على البارد. لو اشتغلتي على السخن الصابون هيصبن معاكي بدري، لكن مش هتلحقي تحطي بقيه النتاج بتاعتك، يعني مش هتلحقي تحطي الكميات بتاعتك اللي انت هتحطيها. هنا سبته فتره واستنيت لما برد. اي وقت بتشتغلي واي نقطه بطاطس تيجي على ايدك على طول ادهني ايدك من الخل. تمام كده، انا بقول لك اهو في اي وقت بتشتغلي في الصابون ده او الصابون السائل وتيجي على ايدك كميه من البطاطس، حطي على طول نقطتين خل على ايدك وادهني ايدك على طول، ما هتحسيش باي حاجه بعديها. هنا بقى بعد الميه بتاع الليمون بتاعتي ما هديت هي والبطاطس، بدات نزلت بكميه الزيت بتاعي، طبعا لازم تصفيه كويس. دول هنا كده عندنا لترين.
الزيت ده زي ما قلت لك قاليه فيه باذنجان وقاليه فيه كل حاجه، كل حاجه تخطر على بالك انا قاليها فيه. بس بصراحه كنت كل ما اجي افضيهم في البرطمان اصفي، يعني اللي عاملين عندي وقدام باجي افضيهم بصفيهم، مش بحطهم باللي فيهم. كونت الازازتين دول وقلت نعملهم مع بعضنا. طبعا كل حاجه انت بتحطيها لازم تدوبي شويه، لو انت حطيتي مكون وما دوبتيش هيغلبك في التقليب بعد كده. احنا اللي احنا بنقلبه دلوقتي هيوفر علينا تقليب بعد كده في المرحله اللي جايه، اللي احنا بعد ما نخلص المكونات بتاعتنا. حطيت نص كميه الزيت بتاعتي ودوبت، تمام كده. هحط نص الكميه التانية برضو وادوب شويه كمان. ادوب حوالي دقيقه بس كده، مش بتغلب ولا حاجه. لما بتدوبي على مراحل بيوفر معاكي وقت في بعدين لما تيجي بقى تخلصي كل المكونات بتاعتك، ما بتدوبيش مرحله كتيره، تدوبي كميه قليله وتلاقي ما شاء الله اللهم بارك الصابون اتصبن معاكي على طول. هنا بقى بعد ما نزلت بالزيت بتاعي هبدا انزل بقى ببقيه المكونات بتاعتي اللي هي بالمعلقه. كده خلصت اللي بالكوبايه، ما بقيش الا كوبايتين البريل بس هحطهم في الاخر. هنا بقى حطيت معلقتين ملح، لكل لتر معلقه ملح، يبقى كده لكل لتر كوبايه ليمون، كوبايه بوتاص، معلقه ملح، معلقه سكر. وهنكمل واحنا جايين بقيه الحاجه بتاعتنا. بحب ان انا احط الملح والسكر في البدايه كده على طول بعد الزيت، علشان كل ما انا بقلب كل ما هم يدوبوا معايا كويس وما يبقاش مخرزين في الصابونه. تشوفي الصابونه رايقه زي ما شفتيها في اول الفيديو كده، تلاقيها رايقه وجميله. هنا برضو حطيت معلقتين السكر. معلقتين السكر ومعلقتين الملح دول بيحافظوا لي عليه، يعني ماده حافظه ليه، وكمان بيساعدوا في الرغوه بتاعته، وبيساعدوا معايا برضو في التصبين بدري. بحطهم من الاول علشان يدوبوا كويس لغايه ما ابدا اخلص يكونوا دابوا معايا كويس. هنا برضو معلقتين خل، لكل لتر زيت برضو ليه معلقه خل. وادوب برضو زي ما انت شايفه، كل ما بحط مكون بدوب. طول ما انا بدوب بيوفر عليا في المرحله الاخيره تدويب او تقليب يعني. هنا بقى جبت عندي ملح ليمون. ملح الليمون ده بيزوده تنظيف وبيخليه بجد بجد جميل. هنا خلاص هبدأ برضه ادوب المعلقتين برضه لكل لتر برضه معلقة واحدة ملح ليمون. بدوب بنفس الكلام، لازم كل ما احط حاجة من المكونات بتاعتي اديها تقليبة حوالي نص دقيقة كده او دقيقة، هيسهل معايا في اللي جاي. ده بقى احلى حاجة بتخليكي ما تقلبيش كتير في الاخر، او ما تدوبيش في التصبين بتاع الصابون فترة طويلة، لا بتقلبي فترة قليلة. هنا بقى خلاص كنت هجيب البريل بتاعي. اي نوع بريل عندك استخدميه، الصابون السائل العادي استخدميه، بريل من بتاع الشركات استخدميه. قبل ما احط البريل هنحط بقى معلقتين اللي هما الفازلين، او معلقتين الجليسرين المتوفر عندك حطيه. بس انا بحب استخدم الجليسرين لانه بيدوب اكتر معايا من الفازلين. لو انا ما عنديش جليسرين وهحط فازلين عادي، حطيهم بس دوبيهم في حاجه بايدك كويس كده، في اي حاجه بعيد عن الصابون، وارجعي انزلي عليهم بالصابون. يعني لو حتى مثلا معلقتين من الميه بتاع الليمون كده ودوبيهم فيهم كويس وارجعي حطيهم. دول بس للنعومه بتاعت ايدك انت، علشان ايدك لما تدعكي بيها بالصابون بعد كده ايديكي ما تتاثرش وتفضل ناعمه وجميله زي ما هي. الصابون ده بقى بنستخدمه ليه؟ بنستخدمه لحاجات كتيره قوي. اي بقعه في الملابس عندك استخدمي ليها. هنا بقى عندي كوبايتين البريل. كوبايتين البريل دول احنا عاملينهم برضو مع بعضينا صابون سائل قبل كده، ما شاء الله جميل ونتيجته حلوه زي العسل وريحته جميله جميله. عملناه من الصابون زي كده، يعني من الصابون اللي احنا كنا عاملينه البلدي عملنا منه البريل. نزلت بالكوبايتين برضو، هي كل لتر ليه كوبايه برضو. عايزه تحطي كوبايه واحده للترين مفيش مشاكل، بس انا بحطهم بيزود رغوه ويزودوا لون جميل وبيبقى شكله جميل. وهيتصبن برضو معايا في نفس المقدار اللي انا هحط مج واحد. الكوبايه اللي هنشتغل بيها من البدايه هي اللي هنشتغل بيها لغايه النهايه. هدوب بقى تدويبتين كده حلوين حوالي 5 دقايق بس، هقفل معاكي علشان ما اطولش عليكي، وبعد كده هفتح وهوريكي. انا بحب ان انا في المرحله دي ادوب دقيقتين واسيبه على جنب شويه، يعني اعين ايدي منه خالص وارجع بعد كده اكمل تقليب. ليه يا يوسف؟ الحته دي بتسهل معايا في التصبين على طول، انما طول ما انا بقلب مش بيتصبن معايا بدري. تمام. انما لما اقلبه دقيقتين بعد ما اخلص مكوناتي كده واسيبه شويه بيتصبن معايا في مده اقل. يعني مثلا لو هياخد معايا نص ساعه لا بياخد ربع ساعه بس، هياخد معايا ربع ساعه لا بياخد 5 دقايق بس في التصبين بتاعه. كده قفلت وشلت بس الحاجات اللي حواليا كده، وجيت لقيته ما شاء الله زي ما انت شايفه كده لوحدي من غير ما اقلب.
طيب هنصبه في ايه بقى يا ام يوسف؟ المفروض في المرحله دي انت مجهزه الصاج بتاعك وفيه كيس بلاستيك اللي انت هتصبي فيه، او الصينيه اللي انت هتصبي فيها الصابون. تمام. طيب انا ما عنديش بقى كده، النهارده عايزه اعمل لكم في حاجه تانية غير كل مره احنا بنعمل في الكرتونه. كنت بجيب كرتونه من بتاعه الملابس وافرش فيها كيس بلاستيك واعدل فيها الصابون بتاعي. النهارده بقى عندي علبتين من اللي هم بتوع العصير دول، هبدا اقص من فوق، او علب من بتاعه اللبن، او علب من بتاعه الجبن، او اي علب عندك تنفع. كرتونه بتاعت ملابس، صينيه عندك قديمه، صاج عندك قديم، صاج عندك وجديد وبتستخدميه عادي، بس افرش فيه كيس بلاستيك. اهم حاجه الكيس البلاستيك علشان ده فيه صودا كاويه بتاكل الالومنيا او الاستانلس او اي حاجه انت هتحطيه فيها. احنا دايما في استخدامنا بنستخدم طبق بلاستيك، وبنستخدم كمان معلقه خشب علشان ما تتاثرش مننا المعلقه الاستانلس العاديه. جبت بقى منديل كده وهمسحهم بقى، بدل ما يكون فيهم مثلا حبه عصير من جوه ولا حاجه، هنشفهم كويس وابدا اصب الصابون بتاعي فيها علشان قبل ما يدخل على مرحله تصبين اكتر وما اقدرش ان انا معرفش اصبه. عندك بقى شراب ابيض ومش عارفه تنضفيه بيه، هتنضفيه بالصابون ده. عندك حله من جوه محروقه كده، او من جوه سلقه فيها بيض، او سلقه فيها كرنب، او سلقه فيها قرنبيط، او سلقه فيها اي حاجه ومش راضيه تنضف معاكي، برضه هتنضف معاكي بالصابون ده. غطا الحله بتاعه اللحمه ادعكيه بالصابون ده. البوتاجاز عندك فيه دهون وما انتش عارفه تنضف الكوبش بتاعته، ادعكيها برضه بالصابون ده. بس بعد ما يقعد عندك 5 ايام على الاقل بعد ما تعمليه، علشان لو ايدك بتتأثر من الصودا الكاوية ما تتأثرش وتزعلي مني. خليه 5 ايام ولا 3 ايام وبعد كده استخدمي. صبيت هنا بقى وفاض معايا شويه كمان. انا كنت بقول بصراحه هم يجوا في العلبتين دول، لا جبت علبه تانية كمان كانت مركونه برضو، يعني انا كنت راكناهم للظروف دي، انا كنت بقول هعمل فيهم صابون، فلما الولاد جابوهم مره في مره شيلتهم علشان كده. هقصها برضو نفس الكلام من فوق وهحطها برضو فيها. انا كل شغلي ده شغلي كده بالليل، بحب اشتغل بالليل بعد ما الولاد يناموا في الحاجات دي، علشان طول ما انت بتشتغلي طول ما الولاد حواليك عايزين كذا عايزين كذا، فعشان كده بقولك اشتغلي بالليل بعد ما الولاد يناموا علشان ما ينضروش من الصودا الكاوية ولا ريحتها. هبدأ بقى امسح كل اللي في الطبق برضو واظبط العلب كده بحيث ان كل العلب تبقى زيها زي بعضيها. علشان كده خلاص بالليل هسيبهم بقى وانام، وهاجي بقى بعد الفجر كده اطلع عليهم اشوف اخبارهم ايه. لان المفروض ان هم حسب الجو اللي عندك، حطيتيهم في جو حر بياخدوا فترة اطول عبال ما يتماسكوا في العلبة. في جو ساقع بياخد فترة قليلة. تمام. حطيه في مكان يكون هاوي، ما تحطوش في مكان يكون ايدين الاولاد فيه علشان ما يحطوش ايديهم في العلبة، ايديهم تتحرق من الصودا، خلي بالك من الحاجات دي. طفل جنبيكي ومسك الصودا على طول ادهني ايده بحبة خل، هتنضف على طول ومش هتوجعه، والصودا مش هتتأثر خالص ايده بالصودا ابدا. الخل بينضفها على طول، علشان كده احنا بنحطه بنقول يبطل الصودا شوية واحنا بندعك، نخليها تتهدي شوية يعني ايه ما تتعبش ايدينا قوي. ادعكي بيه بقى اي مواعين عندك، اي غسيل عندك، اي حاجة عندك فيها دهون وما انتش عارفة تنضفيها. تمام كده. هنا خلاص هسيبه بقى واجي الصبح، يعني هنا كده هسيبه بالنظام ده. لو انت حطاه في علبة او كرتونة او صاج، اي صاج قديم كده فرشيه عليه غطيه بيه لغاية الصبح هياخد معاكي نفس النتيجة. هنا جبت خلة بس كده او عصاية بتاعت شيش طاووق او اي حاجة عندك، حاولي انك انت تقلبيه بيها او تتوكيها على الرخامة نفس الكلام كده، علشان لو فيها هوا من جوه ولا حاجة يتفضى منك وتطلع الصابونة ماسكة بعضيها وحلوة. هنا بقى كان الصبح مشيت الولاد على المدرسة وشفته بنفس الشكل ده كده، بسم الله ما شاء الله جميل حلو قوي. هنبدأ بقى نقص العلبة بتاعتنا علشان نشوف الانتاج بتاعنا بقى اخباره ايه، اتصبنت كلها ولا من تحت لسه فيها زيت، او نظيفة او مش نظيفة، او ماسكة كلها ولا لا. الكلام ده كله ما بعوقهاش فترة عن كده الا لما اقطعها الاول وارجع اسيبها براحتها تنشف. لو عوقتيها فترة عن كده وقلتي اقطعها بكرة ولا بعده، هتلاقيها جمدت وصبنت جامد وما تقدريش انك انت تخرطيها، هتلاقيها طقطقت منك وشكلها مش كويس خالص. انما لما تيجي كده بعد مثلا 7 ساعات 10 ساعات وقصقصتيها، قصي على طول العلبة بتاعتك او طلعيها من الصاج بتاعك وابدأ انك انت قطعيها وخرطيها وسيبيها. يعني انت لو رايحة حتى مشوار خرطيها وسيبيها مكانها، لو خرطيها وسبتيها خلاص على كده، لو قعدت اسبوع سليم مش هتمسك تاني في بعضيها وهتيجي تلاقيها نشفت وجميلة. كل ما بيقعد الصابون ده بيبيض وبيكون شكله جميل ولونه جميل قوي، وكل ما بيقعد عندك بيزيدوا نظافة للمواعين ونظافة للهدوم ونظافة لكل حاجة. عندك جلابية فيها بقعة زيت او بقعة دهون او بقعة اي حاجة، اغسليها بها على الناشف، مية بسيطة خالص على البقعة والصابونة رغبيها وحكيها بايدك هتروح نظيفة زي العسل.
وارجعي بعد كده اشطفيها شطفه حلوه وحطيها مع الغسيل العادي. خلاص على كده دي بس. هبدأ بقى ان انا هنبدأ نقطع بقى الصابون بتاعنا علشان نشوف شكله بقى عامل ازاي من القلب. طبعا كده هيكون من القلب لسه فيه يعني لسه اخضر سنه، بس انا لو سبت مرحله اكتر من دي هيصبن جامد في العلبه، ومش هعرف ان انا اقطع نفس الخرط اللي انت شايفاها دي. ماشي، السكينه مش هتمشي فيها، هتطقطق مني ويبقى شكله مش كويس. هنا دي اول علبه، ما شاء الله عملوا لنا كميه حلوه زي العسل. الصابونه زي كده عندنا ب10 جنيه وب9 جنيه وب11 جنيه حسب حجمها. ما شاء الله اللهم بارك. عدي بقى واحسبي براحتك. البطاطس اللي انا جبته اللي انا استخدمته ب10 جنيه، اما الباقي ده انا كنت جايبه ب15 جنيه، استخدمته ب10 جنيه واتبقى يجي كوبايه تاني، يبقى كده 10 جنيه بطاطس. طبعا الملح الليمون بيكون موجود متوفر علشان تنظيفات المطابخ. البريل متوفر عندك، اي نوع صابون عندك متوفر عندك طبعا في المكان. الملح والسكر موجودين. الزيت طبعا كده كده هو قديم عندك مستعمل، يعني احنا ما كده ما كلفناش كتير ولا حاجه. ما شاء الله النتيجه حلوه، والصابونه صابونه ما شاء الله جميله وناشفه وحلوه زي العسل. هتعيش معاكي فتره طويله لو حافظتي عليهم. هتحافظي عليهم ازاي يا ام يوسف؟ حطيهم في مكان هاوي، في علبه كده كرتون، وحطيهم في منور، في شباك، في اهم حاجه، فوق دولاب، فوق نيش. المهم يكون بعيد عن الولاد، فوق المطبخ، ولما تحتاجي تجيبي منهم. كده خلاص. كان الصبح سبتهم بقى ورحت مشوار وجيت علشان اوريكي بعد ما نشفوا شويه. كل ما تقعد كل ما الصابون هتبيض زي ما انت شايفه كده. ما شاء الله اللهم بارك. كده 10/10. كده ما كملناش اليوم خالص، كده نص يوم بس بالظبط على عمايله مني البدايه، من اول ما غلينا الليمون. وقلت لك في اول الفيديو بديل الليمون قشر البرتقال. ما شاء الله الصابونه نشفت معايا وبقى شكلها جميل، واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد.